اي متزوج. لا والله تقليدي، تورطت بين قوسين. زوجتك قالت لك لو انا لو هي تختار منو؟ اختار ذيك لحب. وتعوف زوجتك؟ اي. قلت لي تورطت ها صخل. ايش عبالك على الزواج هذا حياتي لعبه جربت هسه؟ بس لا انت مو قصه تورطت، انت كانت براسك لذه وضقتها هاي اللذه وحولتها الى تورطت. ويجي واحد يقول لك البنيه ليش تخون؟ البنيه ليش تدور اهتمام من غير رجال؟ ليش تدور حنيه من غير رجال غير زوجها؟ واكو العكس، اكو بالعكس، الرجال كلش زين وطيب والمرأة هي اللي ضربة بظهره. نرجع لموضوعنا. في بعض العلاقات الزوجية تكون سبب الخيانة من المرأة من هذا السبب. يعني هاكم مثلا هسه تشوفوه هذا قدام التلفزيون وقدام لقاء وما ادري ايش، ولا محترمها ولا حاسب بشعورها، عادي خلي تشوف عنده كلش عادي. زين بالبيت لا تقول شي يسوي بيها اصلا اذا هو لا محترمها، لا محترم شعورها، لا محترم كبريائها. ما انت ذكر اخوي، انت مو رجال، اكو فرق بين الرجال والذكر. خال براسه فد شي معين، راح كمل خلص مل ارد اطلق. What is the fucking man؟ لعبة هي بيدك؟ انا لهالسبب انصح انه يا اخي لا تتزوجون بعمر الصغير. مو بس العمر الصغير يأثر اذا كنت انت طالع من علاقة حب وتريد تسوي تخطي بيمن ببنية ثانية. اولا ما راح تقدر تتخطى، ثانيا راح انت نفسك ما راح تفهمها، تتعب نفسيتك اكثر، ثالثا البنية شنو ذنبها؟ اللي زوجتها او اللي حبيتها من جديد، مو شرط زواج، وخليتها تتعلق بيك. داقف خليني العبها.